مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايبه لكم مكان جميل جدا جدا لو عايزه تهربي بقى من حر الصيف، وقبل بقى دخول المدارس، وقبل زحمه المدارس بقى والكتب والشنط والكراريس. جايبه لكم مكان جميل جدا جدا، قريه اسمها ريتال فيو في الساحل الشمالي، وفيها شاليهات جميله جدا جدا، فرش فندقي. المكان يا جماعه كل خدماته مجانا وببلاش، وهتستمتعوا معايا بفيديو جميل جدا جدا. ده البيتش بتاع ريتال فيو بعد ما اتجدد بقى جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. هتهربي بقى من الزحمة بتاعة مصر والقاهرة. وده كده الشاطئ بتاع ريتال فيو، جميل جدا جدا بقى، في مطاعم وكافيهات حلوة جدا جدا. ودي دخلة الشاطئ، والبحر رملي مفهوش اي صخور او اي حاجة، وجميل جدا جدا. وجايبالكوا بقى شاليهات فرش فندقي مع آلي زيتون، وقرية ريتال فيو مش هتقدر تغمض عينيك. انا جايبالكوا كده المكان الجميل دون. بجد القرية جميلة جدا جدا وكل خدماتها مجاني، حفلات، البيتش، البسينات، الاكوا. بجد يا جماعة هتنبسطوا جدا جدا في المكان. ولو قلت لهم من عند قناة امل في المطبخ هسيب لكم كل الارقام والتليفونات. شايفين جمال البحر عامل ازاي، وكل يوم حفلات مجانيا في القرية جميلة جدا جدا. وفيها كمان فتحوا فيها مطاعم وكافيهات وسوبر ماركت. اسعاره مش غالية، غير حاجات بسيطة جدا جدا زي اسعار القاهرة بالظبط. واسيبكم بقى تستمتعوا مع القرية. بصوا دي البسينات والاكوا جميلة جدا جدا جدا. وهسيب لكم بقى الارقام بتاع مدام ايمان واستاذ عبد الله، من اجمل الناس يا جماعة اللي هتطلعوا معاهم في الساحل الشمالي في قرية ريتال فيو. وبجد القرية كل خدماتها مجاني، لان لو رحتوا اي قرى تانية دي قبل الطريق في باص بيوديكي للبحر، بيوديكي من القرية للبحر، سعره مش غالي. ولو معاكي بقى العربية بتاعتك هتقدري تروحي بالعربية بتاعتك. المكان جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، وانا بروح معاهم على طول. بجد من اجمل الناس اللي هتلاقوهم موجودين في قرية ريتال فيو، وهتحجزوا معاهم، واسعارهم كويسة جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى يا جماعة تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ده كده الاكوا الكبيرة، وفيها حمامات سباحة كتير جدا للاولاد والاطفال. ده كده المكان اللي هننزل منه بقى على البسينات التانية والاكوا. وهوريكم بقى السوبر ماركت اللي فتح هناك، وجددوا كل حاجة في القرية زي ما انتوا شايفين، وكل الخدمات مجاني، وانتي واولادك هتنبسطوا في القرية. ده كده السوبر ماركت، في كل حاجة، وفي بتاع خضار وفاكهة، وفي كل حاجة انت بتحتاجيها في القرية. واسعارهم يا جماعة مش غالية، كل خدمات القرية مجانا، وهتنبسطوا جدا جدا مع مدام ايمان واستاذ عبد الله. بجد كل خدمات القرية مجاني، مفيش اي حاجة هتدفع عليها رسوم، هو الباص بس اللي بيوديك القرية اللي بتدفعي له الرسوم. الشاليهات فرش فندقي، هسيب لكم في الاخر الفيديو. الشاليه اللي هو الاستوديو ده شاليه خلفي كنا نازلين فيه، بس بجد الشاليه جميل جدا جدا وهيعجبكم. ولو عايزين بقية الشاليهات هسيبها لكم في اول تعليق مثبت في فيديو تتفرجوا عليه لكل الشاليهات اللي تبعهم. عندهم غرفة وريسبشن، غرفتين، استوديو، عندهم جميع الشاليهات فرش فندقي. بجد من اجمل الناس اللي انتوا هتروحوا تحجزوا معاهم. مدام ايمان واستاذ عبد الله دول احسن حاجة في القرية هناك بصراحة. هتنبسطوا وتستمتعوا. ده السوبر ماركت، وجنبيه بتاع الخضار والفاكهة، ويوميا في حفلات في القرية بتتعمل. هتتبسطي انت واولادك، هتروحوا بجد مكان جميل جدا جدا بعيد بقى عن الدوشة والزحمة. ودي كده البوابة بتاعت القرية. هنا بقى هندخل على الحفلات بقى اليومية. بصوا قد ايه الحفلات جميلة، بيعملوا فقرات للاطفال حلوة. دي فقرة الغوريلا، بجد فقرات كلها جميلة. بيجيبوا فقرة الساحر، التنورة،
كل الفقرات هتعجبكم جدا جدا. كل يوم حفلات مختلفة وفقرات مختلفة. بجد هتنبسطي انت واولادك هناك وتغيروا جو بقى قبل المدرسة وقبل دوشة الدراسة والدروس. والمكان هيعجبكم جدا جدا. وفي كيلو 77 من اجمل القرى اللي انا بحب اروحها. هتبقوا مبسوطين بقى هناك بالبحر بالاكوا بالبسينات. الشاليهات فرش فندقي، فرش نضيف جدا جدا. وهتستمتعوا بجد في القرية زي ما انتوا شايفين كده. دي الحفلات بقى اللي هي صورت لكم كده مقتطفات من الحفلات اللي بتتعمل يوميا. بجد هتنبسطي انت واولادك وهيعجبهم المكان. واسعارهم مش غالية. هتقولوا لهم من عند قناة امل في المطبخ، هيعملوا لكم عروض وخصومات حلوة جدا جدا. والقرية مش بعيدة، في الكيلو 77. وجنبك بقى مول زهران، العلمين. عايزة تروحي بقى مارينا، تروحي في اي مكان لو معاكي عربية. بجد بجد هتستمتعوا بالمكان جدا. بصوا الفقرات دي فقرات متنوعة بتتعمل في الحفلات يوميا ومزيكا شغالة على طول. اسعار السوبر ماركت معقولة. وفي سوبر ماركت وصيدلية ومحلات بره القرية برضو اسعارهم كويسة جدا جدا. وفي كمان محلات اسماك ومأكولات دي قبل القرية كده بشوية، قريبة جدا جدا للقرية برضو. وفي برضو مول زهران. وما نسيناش بقى حبايبنا الحلوين واطفالي الحلوين. دي الملاهي بقى اللي موجودة دي في فندق القرية، بتدخلي لها كده من جنب القرية. وفي ملاهي في القرية برضو تبع القرية. دي كده الملاهي بتاع حبايبنا الحلوين. الاطفال طبعا ما نقدرش ننساهم. المكان جميل جدا في كل الخدمات وهتنبسطوا. كل الخدمات مجاني انت واولادك وجوزك او رايحة مع قرايبك هتتبسطوا جدا جدا. ده البول اللي هو في تبع بقى الملاهي. هنا ده الشاليه. ده شاليه استوديو مفروش زي ما انتوا هتشوفوا كده، فرش فندقي ومكيف. دول سريرين كده كبار. ده شاليه يكفي مثلا 4 افراد لو انتوا اسرة كده صغيرة. بجد الشاليه جميل جدا ومكيف زي ما انتوا شايفين. دول سريرين كده كبار. ده شاليه خلفي مش امامي، مش بيبص على البسين ولا الاكوا، بس جميل جدا جدا ونضيف ومكيف. وفي اسانسير تطلعي بيه للشاليه. بجد الشاليه جميل جدا جدا. بصوا النظافة. وفي شاشة وفي الحمام بتاعه، في غسالة وفي كل حاجة. والمطبخ بتاعك كامل متكامل، في تلاجة وميكروويف وبوتاجاز وفي كل حاجة. تقدري تعملي الاكل اللي انت عاوزاه وتستمتعي بقى انت واسرتك واولادك. ومن قلب الفيديو بجد بشكرك يا مدام ايمان جدا 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 على المصداقية وعلى الشاليهات الجميلة اللي مفروشة فرش نضيف جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ده المطبخ تلاجة وفرن وبوتاجاز وميكروويف. واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي.